ازيكم يا شباب، معاكم سميدة في حلقة جديدة من على المكنة. حلقة النهاردة ازاي تاخد مطب بسرعة. خلينا نكون متفقين في البداية ان الموضوع ده اجباري مش اختياري. يعني ايه؟ يعني انا مش همشي طول اليوم اخد المطبات بسرعة، ده مش صح ومش سيفتي وخطر على الموتوسيكل. طيب الموضوع ده بعمله امتى؟ لا قدر الله لو انا ماشي في طريق بسرعة عالية ومش حافظ الطريق وفوجئت بمطب قدامي، وده طبعا برضو مش صح. طيب ايه الخطوات اللي لازم نعملها؟ اول خطوه لازم نعملها ان انا بضرب عيني في المرايه، لان انا ههدي بشكل مفاجئ فلازم أأمن ورايا. لقيت المساحة فاضية ورايا تمام، ما لقيتهاش يبقى الاختيار ده مش متاح. طيب تاني حاجة، ببص قدامي على المطب. المطبات في مصر طبعا احنا عارفين انها جميلة، فمش كل المطبات بتبقى متساوية بشكل كامل. فيما بعد المطب في نقرة، فلازم اتخذ قرار انا هاخد المطب من انهي نقطة بالظبط، لان ده هيفرق معايا. طيب خلصنا الخطوتين دول، نخش بقى في المرحلة الثالثة. المرحلة الثالثة أنا هضرب فرامل لغاية لما العجلة القدامانية تبقى يا دوبك قبل المطب بسنتيمترات قليلة. هنا أنا هسيب فرامل. هنا الموضوع هينقسم لقسمين. القسم الاولاني قسم الناس المبتدئه. الناس المبتدئه خلاص مش هتعمل حاجه. الناس اللي بقالها كتير بتسوق، مش عايزين نقول المحترفين، يعني اللي بقالها كتير بتسوق وعندها خلفيه قويه في السواقه، ممكن تدي سن بنزين. طيب ليه بقى هتدي سن بنزين؟ انا بكلمك في اجزاء من الثانيه. هتدي سن بنزين وترجع تاني بسرعه. ليه؟ لان انا لما دوست فرامل الفتره اللي فاتت دي كلها قبل المطب، المساعدين اللي قدام انضغطت على اخرها، فده مش صح ان انا اطلع بيها المطب وهي مضغوطه. انا عايز الموتوسيكل يبقى مستريح وهو طالع على المطب. سنه البنزين هترفع الموتوسيكل تاني. انا بكلمك في سنه وبسيب تاني على طول. طيب دي تالت نقطة. النقطة اللي بعديها أنا دايس دبرياج، لأن أنا لما هطلع المطب ممكن العجلة أصلا تبقى طايرة عن الأرض سنتيمترات وأنا نازل. ما ينفعش أبقى مدي نقلة، لأن غالبا النقلة مش هتبقى مناسبة للسرعة، فقدر الله ممكن لو أنا مدي نقلة العجلة الورانية تكلبش، فلازم أبقى دايس دبرياج. دي تاني نقطة. بتكلم بقى على وضعي على الموتوسيكل في الحالة دي. طيب آه، كعب رجلي هيبقى على سنادة الرجل، لا بوز رجلي ولا اخر الكعب. انا بكلمك كعب رجلي بشكل بزاويه مايله لقدام، وبرفع جسمي من ورا شويه عن الموتوسيكل. بستخدم ركبي كمساعدين مع مساعدين الموتوسيكل، وبميل جسمي لقدام شويه عشان مركز الثقل يتنقل لقدام، عشان الجدون ما يتكسرش مني، بيدي تحكم اكتر. يبقى وضعيه جسمي وانا داخل على المطب، كعب رجلي هيبقى على السناده، مش اول رجلي ولا اخر رجلي. كعب رجلي عشان يبقى ساند على السناده، رجلي ما تتزحلقش. هرفع جسمي شويه، ركبي هتتني سنه عشان تشتغل كمساعدين مع الموتوسيكل. وزن جسمي شويه لقدام، ده هنوريه لكم بشكل عام. ليه شويه لقدام؟ عشان الجدون ما يتكسرش مني. ايدي مفروده لبره، بس مفروده لبره مش مفروده لقدام. قبضه ايديا لازم تكون مكلبشه بقوه شديده جدا على الجدون، ما ينفعش تبقى لوس. يبقى وزن جسمي مرمي على قدام سنه مش قوي، كعب رجلي على السناده، ايدي مفتوحه لبره، قبضه ايدي شديده، ودايس دبرياش. الخطوات دي الموتوسيكل هيتنطط، هروح واجي معاه بالراحه. طبعا انا مش بقول لك رجلي تبقى مفروده على الاخر، انا بكلمك على تانية بسيطه تروح وتيجي مع المساعدين. دايس دبرياش، طلعت على المطب، نزلت، بروح وباجي معاه. وبقدر الامكان ايدي تبقى مضمومه بشده على الجدون، بس في نفس الوقت كعاني بتاع ايدي ما تبقاش مفروده، لانها لو مفروده هتتكسر مني. يبقى فيها مرونه. يبقى الفكره كلها ان انت تخلي جسمك فيه مرونه زيها زي المساعدين، عشان تمتصوا انتوا الاتنين الصدمه، وتساعد مساعدين الموتوسيكل انها تمتص الصدمه هي كمان. آه بعد ما تنزل مفيش فرامل، تسيب الموتوسيكل ياخد سرعته. لما ياخد سرعته اللي انت هتحددها تقدر تدي نقله بشكل عادي. اتخضيت بقى وعايز تدوس فرامل، تهدي، تدوس فرامل، بس تهدي برضو بالراحه بعد ما تاخد المطب، وفي نفس الوقت تبقى عامل حسابك لو في حد جاي وراك. ربنا يسلم طريقكم، نشوفكم في حلقه جديده على المكنه.